السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في المحطة التمنتاشر من رحلتنا، رحلة معرفة بالله. كلنا بلا شك بنحب الهدايا، وبنحب إن الناس تهدينا من غير مناسبة ولا من غير مقابل. ما بالك بقى لما تكون الهدية من ملك الملوك؟ إن شاء الله النهاردة رحلتنا مع اسم الله الوهاب. في فرق كبير جدا ما بين الوهاب والرزاق. الرزاق او الرزق يعني ده انت بتتعب علشان تلاقيه، بتشتغل بقى بتعمل حاجة فبتتعب عشان تجيبه. انما الوهاب او الهبة دي حاجة بتجيلك كده. اللي فاهم اللي هو يعني ايه كده؟ يعني مش مستني منك تعمل حاجة، مش مكافأة عشان انت عملت حاجة، مش هيديها لك وبعد كده يقول لك انا عاوز منك كذا كذا، لا. زي ما يكون حد مثلا بيديك فلوس، طب ليه يا عم كده؟ طب مستني مني ايه؟ لا، مش مستني منك حاجة. فكذلك الله عز وجل وله المثل الأعلى، يعطيك الهبات عشان هو كريم ويريد هدايتك. فتعالوا النهاردة نعرف ازاي نفتح أبواب الهدايا من الوهاب. فكمل معايا الحلقة للآخر وما تسيبش المحطة وتمشي. قلت الهبة في اللغة العربية معناها العطية الخالية من الأعواض ومن الأغراض، يعني بيدي من غير مقابل ومن غير مصلحة. الوهاب هو اللي بيعطي العقيم الولد، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الوهاب هو اللي أعطى سيدنا سليمان ملك عظيم، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هل قال لأنك أنت الرزاق، لأنك أنت المعطاء، لأنك أنت العظيم؟ لأ، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يعني الهبة ديت حاجة كده فوق توقعاتك، حاجة كده ما تعرفلاش هي جت منين. يعطيك عز وجل علشان يعرفك ان هو المنعم عليك، وانك مهما تعمل مش هتوصل للدرجة اللي هو ايه. يا رب، انا صليت النهاردة يا رب 5 ركعات قيام ليل، فيا رب هب لي سيارة BMW وزوجة صالحة وايفون 17 برو ماكس. لا، مفيش كده. انت لو جيت دورت في عبادتك دي فيها تقصير شديد، فانت يعني ايه؟ بما تفعله كله لا تستحق الهبات والعطايا من الله، ولكن يعطيك عز وجل عشان يقول لك انا المنعم، انا الله، انا الذي اعطيك وانت لا تستحق. فاهم ازاي؟ هي دي يعني ايه سر العطية وسر الهبة الله عز وجل يعطيها لنا. طيب انت دلوقتي ممكن تكون بتسأل تقول، انت عمال تقول ملك سليمان ومش عارف ايه والريح. طب انا ما جاليش ملك سليمان وما جاليش رزق كبير، ده انا يا دوب على قد حالي. فين الهدايا والحاجات دي اللي ربنا اداها لي؟ هقول لك اعظم هبات وهو الهبات المعنوية. هبة الهداية، ان الله عز وجل هداك ان انت تخش تسمع الفيديو ده، هداك انك تصلي التراويح كاملة، هداك لصيام رمضان، هداك انك تقرأ القرآن وتختم فيه. دي كلها هبات. لولا الله عز وجل، لولا هدية الله عز وجل وهدايته لك ما كنتش هتعرف تعمل كده. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكمان هبة الحكمة، انك تكون في موقف صعب وربنا عز وجل يرزقك من وسط كل اللي في الموقف الصعب ده ان انت تكون عندك حكمة تعرف تتعامل مع الموقف ده. 100 واحد عدى على الموقف ده وما قدرش يتحكم في نفسه، ما قدرش يتحكم في مشاعره واعصابه. انت ربنا عز وجل رزقك الحكمة، ولولا حكمتك ده كان حصل موقف صعب قوي قوي اكتر من اللي كان فيه. يعني انت مثلا جالك مصيبة، لولا حكمتك ده كانت المصيبة دي هتبقى كارثة. فدي منحة وعطية من الله عز وجل. وكمان من عطايا الله عز وجل راحة البال في الدنيا كلها. قلق وتوتر وأسعار بتزيد وعيال عاوزة مصاريف وزوجة عاوزة مصاريف للبيت، وده كله الله عز وجل يرزقك راحة البال، تخش تنام كده وانت بالك مرتاح. دي هبة من الله، عطية من الله. ألا تراهم؟ دايما لما تيجي تدعي ادعي بهبلي، ربي هبلي. كان ذلك دعوة الأنبياء. متقولش يا رب أنا تعبت، ويا رب أنا صليت، ويا رب أنا صليت التراويح، يا رب ده أنا خدمت القرآن 10 مرات، مش هتديني بقى؟ يعني عجز اللسان عن الكلام. أنت بتعمل ده علشان
تنال يعني ايه؟ شيء من كرمه، شيء من كرمه. انت لا تستحق، لا تستحق، وانا لا استحق ما انا عليه الان، وانت لا تستحق ما انت عليه الان. امال احنا في ده كله من ايه؟ من كرمه ومن منه ومن جوده علينا، لا من استحقاقنا. احنا ما نستحقش حاجة اصلا. فدايما دعوتك ان انت تطمع في كرمه لا في استحقاقك. تمام. الله عز وجل يحب العبد الشكور، فانت تشكره على نعمه القديمة. ألم يعطيك المال؟ ألم يعطيك الزوجة والأولاد؟ ألم يعطيك بيت؟ ألم يعطيك اللباس والمال والأكل والشرب؟ وألم يعطيك صحة؟ ألم يعطيك قلبا سليما؟ ألم يعطيك جسدا سليما؟ هل شكرت ربنا على ده كله؟ الله عز وجل يحب العبد الشكور اللي بيشكر على النعم القديمة. يعني ولله المثل الأعلى طبعا. هو أنا لو قلت لك خد هدية جميلة اهي، اتفضل، اتفضل هدية جميلة اهي، وانت خدتها مني، ماشي ماشي ماشي. اديتك كمان هدية، اتفضل هدية جميلة اهي، انت خدتها مني كده، ماشي ماشي ماشي. طيب هل أنا هكون أديك أكتر؟ ما هضايق عليك لأنك أنت مش عبد شكور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان بيصلي كتير ويسبح كتير وكده. فقيل له، أنا مش فاكر مين اللي قال له، فقيل له يا نبي الله لما تصلي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فالنبي قال إيه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني ربنا اداني ده كله، ما اشكروش على اللي هو اداهولي يعني؟ فالله عز وجل يحب العبد الشكور، فكن شكورا حتى يفتح لك آفاق جديدة ويديك هبات وعطايا جديدة. تمام. مرجع دي مكانها بقى، دي مكانها كده عشان نبقى ايه مرتبين. واجبنا النهاردة في رحلة معرفة بالله هو هدية بلا مناسبة. يعني تكون وهاب لغيرك، تدي بلا مقابل، تبتسم في وجه أخيك بلا مقابل، تدي هدية بسيطة لحد بلا مقابل، مكالمة تجبر بها خاطر حد بلا مقابل. تمام. واقعد النهاردة كده وقول يا وهاب هب لي من لدنك رحمة، يا وهاب هب لي من لدنك عملا صالحا يقربني إليك، يا وهاب هب لي من لدنك ذرية صالحة إنك سميع الدعاء. تمام. وبكده أنا النهاردة خلصت محطتنا مع اسم الله الوهاب. كان اسم لطيف، اسم جميل، اسم يعلمنا إن إحنا بعملنا بكل ما نفعل لا نستحق، ولكن بهبته وبعطاياه لنا يعطينا ويرزقنا من حيث لا نحتسب. تمام. وبكرة إن شاء الله معادنا مع اسم هو عز لكل محتاج وسند لكل ضعيف، مع اسم الله الغني إن شاء الله. فيا صديقي النهاردة 18 رمضان، فات 18 يوم من رمضان. إذا كنت أنت بتسمعني يعني فاضلك حوالي 12 يوم. استدرك ما بقي يا رجل، ولا تكن مع الذين ذهبوا وتركوا رمضان فهم من الخائبين الخاسرين والله. فلا تكن معهم يا صديقي، وادعو الله عز وجل أن يستعملك في نصرة دينه ولا يستبدلك. تمام. لأن لله عز وجل ناس يستعملوا في نصرة ديني. إذا ما كنتش أنت فحب أنا، إذا ما كنتش أنا فحب صاحبي، إذا ما كانش صاحبي حب الراجل التاني ده هو. تمام. فادعو الله عز وجل أن يستعملنا جميعا في نصرة دينه، وأن نكون من الذين فازوا في رمضان. ويا صديقي صوما مقبولا إفطارا شهيا. وطبعا طبعا ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتشارك الحلقة دي مع الناس كلها، وتدعمنا بلايك واشتراك عشان نزاحم أهل الباطل. وانت عرفت بقى إن هما بيكتروا في رمضان. تمام. وصوما مقبولا وإفطارا شهيا يا صديقي. ويا رب يا رب يا رب اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين في هذه الليلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.